السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ودي اخيرا عملت الزينة بتاعة الشقة والحمد لله. النهاردة بقى العزومة دي بتاعة بقى مين؟ اخويا ومراته وعياله، وطبعا اول مرة حماتي وخطيبتي هيكونوا معانا، واول مرة يجونا البيت على فكرة. فعملت كده أكلة خفيفة قلنا نفطر فيها مع بعض. وتعالوا بقى بينا نشوف الخطوات اللي احنا عملناها ايه. في انا بقيه الاكل ما قدرتش اصوره معاكم للاسف، انا بس هقول لكم الحاجات اللي انا عملتها. اول حاجه طبعا نزلت جبت تسع حزم خضره، شبت وبقدونس وكزبره، علشان خاطر المحشي ده. الكلام ده انا بعمله قبلها بيوم. طبعا هبتدي، مش يعني انا بتريق ان انا مش هقطفها، انا هقطع بقى كل الحزم دي وبعدين هبتدي ان انا اغسلها. وببتدي ان انا اول مره احط عليها شويه خل وبسيبها شويه، وبعدين ببتدي ان انا اشطفها اكتر من مره علشان تنزل لي اي تراب او اي حاجه موجوده في الخضره، لان برضو انتوا عارفين الخضره ما بتبقاش نظيفه قوي في السوق. وجبت كرنبايه كده محترمه، قلت نقرمحها مع بعض. هتلاقوني مصور لكم كل تفاصيل الاكل، بس انما الاكل طلع ايه؟ صدقوني والله الاكل طلع حلو. بس انا جالي الوقت ان انا خلاص بعد ما ابتديت ان انا اسوي، ابتدت الدنيا تتدربك على دماغي وانا قاعد لوحدي في المطبخ. ويعني عايزه اقول لكم لودي ومامتها جايين لي بعد المغرب مدا، فانا بصوا كنت متوتر من كل حاجه، فخايف ان انا برضو الصيام الاكل ما يطلعش احسن حاجه او يلا بس بينا تعالوا نسمي الله كده. واول حاجه ابتديت ان انا ارمع الكرنبايه. الكرنبايه خفيفه للناس اللي ما بتعرفش تعمل كرنب مره واحده. طبعا ده طبق فيه ميه من الحنفيه، وفي طريقتين للكرنب. قبل كده عملت لكم او ارمعت معاكم الكرنبايه وسلقناها كلها على بعض. المره دي لقيتها هي كده كده اصلا مش كبيره، بس ورقها ناشف شويه، فحبيت ان انا ابتدي ان انا اخدها واحده واحده. وهبتدي اسلقهم. الميه فيها كمون بس، ولا سكر ولا اي حاجه. هبتدي ان انا انزلها بس كده، اول ما يبتدي اللون بتاعها يغير ويدي الاخضر ده اللي انتوا شايفينه، اطلعها واحطها في ميه، وهبتدي ان انا احطهم على بعض وهشطفها شطفه خفيفه، وابتدي ان انا اقطعهم واخد منهم طبعا الورق. طيب انا هاخد الورق للاكل، والرغيفين اللي هناك دول على فكره دول بتوع السحور، لان انا كنت بصور ده من بالليل. قطعت كده الكرنبايه، طلعت لي ورق برضو يعني يا حبذا، مش قليل ومش كتير. وطبعا بقيه الحاجات بتاعته دي بقى شلتها على جنب. هبتدي ان انا احطها من تحت ومن فوق بالنسبه للكرنب. ومعايا بقى ايه، حبه بصل كده محترمين. وما تزعقوليش بس على المشهد اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، ماشي؟ طبعا انتوا كلكم اشطر مني بكتير، بس احنا بنحاول نساعد بعض او نقول مع بعض كل واحد بيعمل ايه والباقي ينقط بطاقته يعني. هننزل بقى بمعلقه سمنه بلدي محترمه كده، هي مش كتير صدقوني بس الكميه كتير. وهحط حبه زيت برضو كويسين، لان كده كده المحشي بيحب الزيت، وانا بيحب الزيت والبصل. وانا كده كده بعد ما بعمل الخلطه بحط برضو زيت على الخلطه قبل ما ابتدي ان انا احشي. ابتدي اقلب كده تقليبتين لغايه لما البصله تبتدي انها تقل معايا. دي بقى الطماطم اللي انا كنت مفرزها قبلها بيومين. بصوا اللون بتاعها يا جماعه، ولا بقى تقولوا برطمانات ولا صلصه من بره ولا الكلام ده خالص. هحط حبه سكر، بعديها شويه من النعناع الناشف، وادي الملح، وادي التوابل، كزبره ناشفه و7 بهارات وبابريكا وقرفه، بشره من جوزة الطيب. بصوا بقى التتبيله بعد ما استوت بقت زي الفل. الكيسين دول كيس بابريكا وكيس توابل محشي، انا افتكرتهم دلوقتي وانا بصور. هبتدي بقى ان انا جايب دول 1.5 كيلو رز. انا عامل كميه خلطه كتير علشان قلت انها تقعد في التلاجة كمان يومين 3، اجيب لي مثلا اي حاجه ابتدي اعملها. بس اديتهم لمرات اخويا وهي ماشيه علشان خاطر كان عندها عزومه لتاني يوم. هبتدي انزل بالخضره كلها اللي متقطعه ومغسوله كويس جدا ومتنشفه كويس جدا. هي طبعا والرز انا بغسل الرز كويس قوي بتاع المحشي، ولا بنقعه ولا اي حاجه من دي. وبعدين ببتدي انزل بالصلصه، بس هسيب كبشه على جنب علشان اسقي بيها المحشي بتاع الكرنب. وهنبتدي اول حاجه للكرنب كده الحله معانا. هبتدي انزل بالورق الناشف، الحاجات اللي انا كله سلقته، بس الحاجات اللي انا ما لفتهاش. وهبتدي ان انا اخلص كده واحده واحده للكرنب. بعد ما خلص هبتدي بقى ان انا اغطيه ببقيه الورق المتقطع بقى ملوش لازمه شويه ده.
وهبتدي ارمي كده على طول في التلاجة. بس بعدين هبتدي ان انا اجيبها لكم في الاخر خالص وهوريكم ان انا كنت عايزه اغسل الحله، فعشان عايزه اغسل الحله اللي فيها الطماطم فحطيت الطماطم دي على الوش. تمام. وادي البتنجان برضو، بس ده انا جبته متقور برضو بامانه يعني. وخلصت كده تاني حله، ارمي على طول يا عمرو على التلاجة. تالت حاجه جبت ورق العنب ده من مونتانا، كان البرطمان ب30، كويس مش وحش، بس بيتشطف كويس جدا 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 جدا. وشويه ميه سخنين كده وتروحوا ايه مسقطينها وطلعينها مره تانية وتشطفوه وخلاص. وكان يعني كفى الله شر القتال، بس انا ما سلقتوش لان انا بسويه بحطه في وقت طويل على النار، بس شطفته بميه كويس جدا عشان اشيل منه الملح، لان ده بيبقى متخزن بمحلول ملحي وعليه مواد حافظه. بحط في القعر بتاع الصينيه جزر وبطاطس، وببتدي ان انا امسك. طبعا كلكم شاطرين وزي الفل، انتوا اخواتي الصغيرين، بس انا بحاول اشارككم بس معايا كده، وخلوا الكلام بس ما ينسناش ان احنا ندعي لامي ولاحمد اخويا بالرحمه. اهم 2 راحوا و2 جم قعدوا معانا. طبعا حماتي وخطيبتي كانوا اول مره يجوا يحضروا او يدوقوا من اكلي بقى صريح العباره. ادي كده الحله بتاعت الكرنب حطيت عليها، وادي كده اللهم صل على سيدنا محمد. انا خلصت ايه؟ ورق العنب كمان خلصته. وادي البصل. انا هعمل ده تقريبا الفريك غسلته كويس جدا جدا، ده كيلو، لان انا بحط بقيه الفريك من تحت. انا معايا 3 فرخات. قبل ما ابتدي ان انا اشتغل في الفراخ خالص، انا هحط الفريك على البصل اللي هو مش دبلان، هقلب تقلبتين، واحط مكعب مرق الدجاج ورشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح ورشه من جوز الطيب. وببتدي بالنسبه بقى للفراخ، الحركه اللي انا بعملها وكل الناس اللي تعرفني بقوا يعملوها معايا، انا بجيب الفراخ قبل ما اشتغلها. وبصوا انا كده خلصتها كمان يعني. بحط الفراخ في محلول النقع بتاعها اللي هي بتبقى مقدار السكر قد مقدار الملح، ورق لورا. وادي كده برضو عملت اللحمه المفرومه. انا اسف جدا اقسم بالله انا كنت مضغوط، امي كانت في دماغي وبقرا قران وبلحق اصلي الظهر والعصر وارجع والكلام ده. عصقت اللحمه المفرومه بجزر وبفلفل. انا بحب الجزر جدا 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 في التسبيكه، في التعصيجه انا بعتذر، اسف جدا. كان نفسي ان انا اصور لكم الحاجه بشكل افضل من ده بكتير، بس صدقوني والله العظيم لخمه ان انا بقى شايل هم في رقبتي 8 افراد هياكلوا. خايف الاكل يكون فيه حاجه وحشه وخايف انه يكون حادق، لا ده دلع، فعارفين انتوا الرعب اللي انا فيه. وببتدي انزل بالطبقه الثانيه من المكرونه، وبنزل بقى بطبقه البشاميل. بس الاول بغسل صينيه كويس جدا، وببتدي ان انا اطبق كده على الصينيه علشان خاطر تبقى ماسكه حته واحده. ببتدي بقى انزل بالبشاميل. اقسم بجلاله الله انا بستخدم كيلو مكرونه عليه نص كيلو لحمه مفرومه على كام بصلايه حلوين و2 كيلو من اللبن. طبعا الكيلو ب25 جنيه كده، 50 جنيه لبن، بس يلا فاهمين هو ايه عزومه وخلاص، بس الحاجه تطلع شكلها لطيف وطعمها حلو. انا ما بحطش الجبنه الموتزاريلا في الوقت ده، لا انا بدخلها الفرن وبشغل من فوق ومن تحت، وبعدين هتشوفوا البقبقه واللهلاقه، وبعدين بطلعها وببتدي انزل عليها بالجبنه الموتزاريلا. بصوا المنظر، منظر جميل جميل جميل. يا رب الفيديو يكون بس عاجبكم. انا اسف جدا على العطله اللي انا عاملها ومسببها لكم في التصوير. سامحوني، انا كان نفسي بس اشارككم حاجه صغيره. ابتديت ان انا انزل بالموتزاريلا دي مش حلوه خالص. بصوا خدت وش كده زي ام علي، ونزلت عليها بالجبنه، وبعدين عملت الكفته المشويه. وادي كده الاكل كان بتاعنا خلص، وجبت طبعا مخلل من بره وكلنا واتبسطنا، والحمد لله اول مره يجوا البيت وشرفوني ونوروني وكترونا. يا رب متجمعين في الخير دايما. انا بحبكم جدا، علشان كل ما بغيب انتوا بتسالوا عليا، وشكرا لكل الناس اللي سالت عليا. وادي السلطه الخضراء جايه في الطريق، وادي المكرونه بعد ما خلصت، وادي الكفته. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وبحبكم في الله، وبدعي لكم من قلبي في كل صلاه بصليها، لان انتم دعم ومصدر راحه ليا نفسيا، ان انا كل ما بخش اليوتيوب بلاقي ناس بتدعي لي. اشوفكم على خير.